السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة. عمرك حسيت إنك عايز تكلم ربنا بس مش عارف تقول إيه؟ عمرك لقيت نفسك موجوع وبتدور على حضن يطبطب عليك بس مش لاقي؟ في لحظات في حياتك بتحس إن قلبك اتكسر لدرجة إنك مش عارف تلملم نفسك، لحظات تبقى قاعد لوحدك والدنيا خانقة وكل الناس حواليك بس ولا حد سمعك، لحظات بتدور فيها على حضن، على كلمة، على نفس بس مفيش، وتسأل نفسك سؤال بسيط بس بيوجع: أكلم مين؟ واحكي لمين؟ ومين هيفهم؟ ومين اللي هيطبطب على الوجع اللي محدش شايفه؟ وتتصدم لما تكتشف إن كل اللي انت كنت بتدور عليه كان أقرب ليك من نبض قلبك، أقرب لدرجة إنك لو قلت يا رب بصوتك أو حتى بصمتك هو بيسمعك ويعرفك ويحضنك من غير ما تشوفه. إحنا مش بنتكلم عن علاقة، إحنا بنتكلم عن باب مفتوح 24 ساعة، باب لو خبطت عليه عمرك ما هترجع فاضي أبدا. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو كلامي لمس قلبك اكتب لي في الكومنتات يا رب، ويلا بينا نكمل رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي ربنا بيسمع قلبك قبل لسانك. قال الله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. انت عمرك محتاج تشرح لربنا انت موجوع ليه، لأنه أصلا شايف الوجع قبل ما تنطق. ربنا مش بيستنى منك كلام جميل أو حلو ولا دعاء مرتب، ربنا عايز يسمع حقيقتك، حزنك، رجائك، خوفك، أو حتى يسمع ضعفك. لما تقول يا رب أنا مش قادر، ربنا يفهم من كسرتك أكتر من 1000 كلمة. ربنا خلق القلب وهو أكتر حد يعرف لغته، لغة من غير صوت. لما كتير تفتكر إنك ساكت، الحقيقة إن قلبك بيتكلم بصوت أعلى من لسانك، وربنا يسمع همسك ويسمع دمعك ويفهمك من أول نبضة. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. كان في واحد من العباد اسمه أبو مسلم الخولاني، كان كل ما يتخنق من الدنيا يدخل المسجد ويقفل عليه الباب ويقعد يقول: يا رب أنت تعلم من أبو مسلم، عبدك المكسور بين يديك. وفي مرة من المرات واحد من أصحابه قال: كنت واقف عند باب المسجد، والله سمعت بكاء رجل، بكاء اللي مش بيعيط إنما بكاء الروح، وكان بيقول: يا رب لو كان الفقر بيبعدني عنك فأهلا بيه، المهم ما تبعدش عن قلبي. والله الرجل ده مات وهو معروف إنه صاحب المناجاة. شاب فقد والده فجأة، ومن يومها بقى ينام وهو تعبان من جواه. وفي ليلة كان بيعيط على السرير وسأل سؤال محدش سمعه: يا رب هو أنت سامعني ولا الكلام ده بيروح في الهوا؟ نام وشاف في منامه رسالة مكتوبة بسطر واحد: لو علمت قربي إليك لما سألت. الولد ده صحي وهو بيبكي وقال بعدها: والله عمري ما شكيت إن ربنا سمعني، بس الليلة دي ربنا حضني. واللي عايز أقوله لحضرتك، قلبك بيتكلم وانت فاكر إنه ساكت. لو حسيت إنك مش لاقي حد يسمعك، افتكر إن ربنا بيسمع قبل ما تطلب. لو لقيت نفسك بتدمع فجأة، يمكن تكون دي إجابة من ربك وانت مش فاهمها. كلم ربنا عن خوفك، عن ضعفك، عن اللي محدش يعرفه. ربنا مش بيفتش في قلبك علشان يجرحك، هو بيدور على حتة صدق يدخل منها نور يغير حياتك. كلم ربنا كأنك بتحكي لأرحم حد في الدنيا، لأنه فعلا انت بتحكي لأرحم الراحمين. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي ازاي تكلم ربنا وازاي تفضفض لحد مش شايفه. قال الله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. المناجاة مش شرط تبقى بصوت ولا حتى بكلام منطوق، انت ممكن تكلم ربنا وانت سايق، وانت نايم، وانت واقع. قول: يا رب خليك معايا، يا رب سامحني، يا رب قوني،
ده كلام بسيط بس بيفتح أبواب السماء. أجمل حاجة في ربنا إنك مش محتاج ترتب مشاعرك قبله. هو بيحبك وإنت مبعثر، منكسر، ضايع. المهم إنك تيجي بصدق، بدمعة، بحرف، بسكتة. المهم تيجي. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. كان في راجل اسمه هارم بن حيان، كان كل يوم بصبر يستنى لحد ما يصلي بالليل، وكان بيقول في سجوده: يا رب، عبدك وقف على بابك، فإن طردته هلك وإن رحمته نجا. وفي ليلة وهو ساجد حس بدمعة نزلت على خده من غير ما يحس، فقام هو بيقول: هذه والله ليست دمعتي، هذه رحمة نزلت علي. وكانوا بيقولوا كانت تسمع مناجاته كأنها كلام لحد بيرد عليه. بنت كانت بتمر بأصعب فترة في حياتها، خيانة وظلم ووحدة، وفي يوم بكت وقالت: يا رب، ما بقاش فيا حتة سليمة، اعمل فيا اللي يرضيك. بعد ساعات وصلت لها رسالة من رقم غلط مكتوب فيها: إن بعد العسر يسرا، ربنا معاك. هنا عرفت إن ربنا مش بيطبطب بس، ربنا بيقول: أنا معاكي، ما تخافيش. واللي عايز أقوله لحضرتك: لو عايز تكلم ربنا ما تتفلسفش، خليك صادق والباقي هيجي لوحده. حط راسك على الأرض أو على المخدة أو حتى على إيدك وقول: يا رب نجني. واوعى تستحي، اللي خلق قلبك مش هيبصله باستحقار. كلم ربنا عن كل اللي وجعك، لأن ربنا هو الوحيد اللي يقدر يلملمك ويجمع شملك. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة، وهي لما تكلم ربنا بيرد عليك إزاي. قال الله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ربنا بيرد بأشكال مختلفة، ممكن يرد براحة، ممكن يرد بعلامة، ممكن يرد بكلمة من حد، وممكن يرد بسكون غريب جوه قلبك يحسسك إنك مش لوحدك. ربنا بيرد في الوقت اللي يناسب قلبك، مش اللي يناسب استعجالك. يمكن تفكر إنه اتأخر، لكن في الحقيقة كان بيهيئ قلبك للإجابة. اللي يجرب يسمع ربنا صوته بعد كده يبقى أوضح من أي حد. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. كان في راجل اسمه أبو الضحى، دعا ربنا سنة كاملة بحاجة ولم تقضى هذه الحاجة. وفي ليلة وهو بيدعي حس بسكينة نزلت على قلبه، فقام وقال: اللهم إن كنت منعتني ما أريد فلا تحرمني ما أحب. فسألوه: وما الذي تحب؟ قال: أحب أن أكون قريبا منك. وبعد أيام قضى الله حاجته، يعني السكينة سبقت الإجابة. شاب كان بيدعي ربنا ينجيه من ديون كبيرة، وفي يوم سمع كلمة في خطبة الجمعة: ادعي واستنى، ربنا ما بيتأخرش، ده بيختار. اليوم اللي بعده جات له رسالة إن جزء كبير من ديونه اتسدد من فاعل خير ما يعرفوش. الشاب ده الجملة الناس كلها بتكررها دلوقتي: ربنا بيرد بس بطريقته. واللي عايز أقوله لحضرتك: استنى رد ربنا، بس استناه وانت واثق مش خايف. أوقات الإجابة مش بتكون حل، بتكون راحة تخليك قادر تكمل. وأوقات ربنا ما بيغيرش اللي حواليك، ربنا بيغيرك انت. كل كلمة قلتها لربنا اتسجلت واتسمعت وهتتشاف نتيجتها يوما ما. اوعى تفقد الأمل، اللي ليه رب عمره ما يضيع أبدا. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا: لو عرفت ربنا قد إيه قريب منك كنت كلمته كل يوم، ولو جربت مناجاته مرة كنت سبت الدنيا كلها وراك. ربنا مش بيقولك تعالى وريني انت قد إيه قوي، لا، هو بيقولك تعالى وريني قد إيه انت محتاجني. ما تتكسفش وما تترددش وما تتأخرش. ربنا مش بيبعد عن اللي بينكسر، ربنا بيحضنه. كلم ربنا ولو بكلمة ولو بدمعة، بس المهم إنك ترجع. وأخيرا أدعو الله: اللهم يا قريبا لمن دعا ويا مجيبا لمن بكى واشتكى، نسألك يا رب أن تفتح لنا أبواب مناجاتك، وأن ترزقنا لذة القرب منك، وأن تنزل على قلوبنا سكينتك، وأن تجعل يا رب همومنا راحلة بين يديك. اللهم اجبر خواطرنا جبرا يليق بجلالك، ولا تجعل لنا حاجة إلا إليك،
آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو كلامي لمس قلبك اكتب لي في الكومنتات لو هتكلم ربنا دلوقتي ايه أول كلمة هتقولها له. اكتبها يمكن تكون بداية راحة ربنا يكتبها لقلبك. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.